اطمن، ربك هيفرح قلبك. ده رسالة مخصوص في الوقت ده ليك، مش من أي حد، من شفيع المظلومين الأنبا ساويرس. جاي بيقولك الآية اللي موجودة في الكتاب المقدس ويفكرك بيها. بيقولك يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك. سفر العدد 6:24. عارف يعني ايه؟ يعني اللي جاي أحلى، اللي جاي حلمك راح يبقى حقيقة فيه فجأة، بدون أي مقدمات. هتتبدل الأحوال، لأن بكل بساطة ربك قادر على كل شيء. بس الحكاية والسر في نقطة واحدة، في اتكالك عليه وثقتك بيه. على قد ثقتك على قد ما هتوصل، وعلى قد ما هتفرح. عايز ثقتك كده زي ثقة الولد الصغير اللي ماسك في ايد باباه ومش همه اي شيء. منين ما يروح ابوه يروح وياه، وهو مطمن على الاخر وفرحان. انت كمان ثق في اللي بيدير المسكونة بأكملها، ثق في اللي متحكم في الكون بحاله، واتأكد إنه هيطمنك، هيفرح قلبك، هيراضي قلبك بأكتر بكتير من طلبك وسؤالك. وهيرشدك دايما للطريق الصح والصالح اللي انت دايما بتدور عليه وبتسأله وبتقوله يا رب ارشدني، عرفني أسلك في أي طريق، أروح في أي اتجاه. اتأكد إنك هتسمع صوته وهتفرح. ربك معاك ووياك، وأبدا ما هيسيبك، هيباركك دايما، هيكمل معاك في طريقك وسكتك منين ما تمشي. خليك واثق جدا ومتأكد إن مشوارك هو وياك فيه، وأكيد أكيد أكيد هيوصلك للفرح، علشان بكل بساطة أبوك صالح وإلى الأبد رحمته. هو صالح وعايزك دايما مبسوط، وهيعوضك. ده هانت قوي، ده تعويضاته خلاص على الأبواب. راح يحول كل خسارة في حياتك لتعزيات، لبركات، لأفراح. مش هيتركك أبدا، بس ثق فيه زي ما أنا قلتلك، واتكل عليه من قلبك، وهو أكيد أكيد هيدهشك بتعويضاته، هيدهشك بحلوله العجيبة اللي تفوق كل تفكير وعقل بشري. وهيغير حياتك، وهيخلق ليك طريق جديد، هيبعتلك مخرج. أبوك مش زي أي حد، هو اللي قادر، هو اللي ما عندوش مستحيل، هو اللي هيخلق ليك الفرحة اللي انت مستنيها وبتتمناها. هيبعتلك كتير من خيره، لأنه غني قوي، ومخازنه مليانة بالخير، أشكال والوان ما تعدش. بس انت كل اللي عليك انك تطلب منه بكل إيمان وكل ثقة. تبقى واثق أكيد اللي انت بتقوله عليه هيحققه ليك وأكتر كمان، لأن هو عايز كده، عايزك مرتاح، عايزك مبسوط. ما هو أبوك معاك. اطمن، ما تخافش. ده الآية بتقول يضيء الرب بوجهه عليك. دي لوحدها كافية تطمنك العمر كله، وتخليك ما تفكرش في أي شيء. عارف يعني إيه؟ أقولك، لما تقوم الصبح كده وتكون نازل من بيتك ورايح أي مشوار، شغل، مدرسة، كلية، مشوار مهم، وتشوف حد بتتفائل بيه زي ما احنا بنقول يعني، وحد حلو قوي على قلبك، وتبقى فرحان وتقول النهاردة اليوم هيبقى زي الفل وهيبقى حلو جدا. نفس الكلام على الآية دي. أيوة، زي ما بقولك كده ما تستغربش، ده رب المجد بنفسه هو اللي هتشوف وجهه، هو اللي هيضيء بوجهه عليك. تخيل إنسان طيب وحلو بتقول إن يومك هيبقى حلو لما تشوفه، فما بالك بقى
رب المجد بنفسه لما تشوفه كل يوم في حياتك. هيبقى ايه لما يضيق بوجهه عليك؟ هيحصل بركة في حياتك، النعمة هتملى دنيتك، هيديلك قبول، هيديلك خير كتير، هيديلك بركة في كل خطوة تخطيها وطريق تمشي فيه، وهيسد كل احتياج ليك. مش بس كده، ده هيديلك بسخاء لأنه كريم قوي وغني قوي، ومخازنه مليانة بالخير الكتير، أشكال والوان. مبوك هو صاحب كل عطايا وعظيم، ورحمته لا تعد. بس انت قوله يا رب، ضيق يا رب بوجهك عليا، ده انت يا رب كل ما ليا في الدنيا دي، انت الوحيد اللي بترجاك. اطلب منه بعشم، بإيمان، بكل ثقة، وانت هتلاقيه ما يتأخرش أبدا عنك، يملاك فرح وسلام. تلاقيه يبارك أيامك كلها اللي جاية، يحقق أحلامك، يديلك نصرة وغلبة، يسيج عليك من كل ناحية، ومن كل خطر ينجيك، من كل تجربة وضيقة يحفظك مهما كان حالك. تلاقيه ينور عينيك وبصيرتك، ويطمن قلبك، ويديلك سلام عجيب مفيش زيه سلام في الدنيا دي كلها، ويرضيك ويمشي معاك، وتحس بإيده سنداك في كل خطوة تخطيها. ما هو اللي قادر على كل شيء، هو مدبر الكون اللي تدابيره تحير العقول. بس نادي عليه دايما باستمرار، وقول له يا رب اسبقني، اسبقني، خليك أمامي زي ما المزمور ما بيقول. خليك أمامي في كل لحظة، في كل خطوة، وما تشيلش هم أي شيء، وخليك متأكد إنه أبدا ما هيسيبك في كل أيام حياتك، لأنه أبوك اللي بيحبك بجد على حالك زي ما انت. ده انت غالي قوي على قلبه. ده الآية بتقول فلا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح. من كتر الفرح الكتير اللي هيعوض بيه عليك، هتنسى الدقيقة، هتنسى الأيام الصعبة المؤلمة اللي مليانة وجع اللي انت مريت بيها من كتر التعويضات اللي ربك هيملى حياتك بيها. خليك واثق ومتأكد اللي مع ربنا أبدا ما يقع ولا ينزل، واللي جاي كله ليك فرح كبير، تعويض عظيم.